تخيل كده تبقى بتزود اوزانك وعداتك وبرضه ما بتعملش بروجريسيف اوفرلود. البروجريسيف اوفرلود هو الحاجه اللي احنا بنطاردها من تمرينه للتانيه، وركز في كلمه بنطاردها دي لان هي المشكله. احنا بنحاول ان احنا نزود اوزاننا وعداتنا من تمرينه للتانيه عشان نزود كتلتنا العضليه مع الوقت. وعلى فكره مش هي دي الاشكال الوحيده للبروجريسيف اوفرلود، وهكتب لكم الاشكال كلها في الديسكربشن تحت. المصطلح الادق هو البروجريسيف ستيمولس، ان الستيمولس يعلى من تمرينه للتانيه، والستيمولس عمره ما هيعلى لو وقع منك حاجه مهمه جدا. الاكسكيوشن او الاداء هو العامل الاهم في البروجريسيف اوفرلود، لان لو ادائك مش ثابت فالستيمولس ما زادش ولا حاجه. هتقولي طب ما انا بلعب نفس الطريقه، هقول لك لا، اوقات كتير جدا عقلك بيهيئ لك حاجه مش موجوده على ارض الواقع، وكلنا على فكره بنبقى ضحيه للموضوع ده، لان احنا كلنا عايزين نعمل بروجريشن. طب الحل الامثل للموضوع ده ان تكون في عين تانية بتشوفك، سواء كان صديقك في التمرين، المدرب بتاعك، او مدرب اونلاين، يساعدك ان انت فعلا تطمن ان انت